تشيكن فيتوتشيني الفريدو. عملوها بهيدي الطريقة وكأنكن عم تاكلوها بمطعم. اتبعوا الخطوات وشوفوا قديه رح تطلع طيبة. بمقلة حامة منحط زيت ومنقلي دجاج مقطعينه صغير تقريبا 3 صدورة ومتبلينه بس بفلفل اسود ملح وشوي اوريجانو لحتى ياخد هيدا اللون. بننقله على صحن وبنفس المقلة منحط قطعة زبدة صغيرة. رجعت انتبهت انه الزيت اللي حطيته بالاول بعده بالمقلة، سو رجعت شلت شقفة الزبدة تما حس بالذنب بس اكل وخلص. وقطعت بصلتين صغار تتركون يدبلوا شوي وبتزيدوا كتير من الفطر. قد ما بتحبوا الفطر بتحطوا. بتضلكم تقلبوا بالبصل والفطر لحتى ياخدوا هيدا اللون وتحسوا انه لزقوا معكم بالطنجرة. بترجعوا بتكونوا مقطعين شي 4 حبات من الثوم تقطيع مش هرس. بتدفون واول ما تطلع ريحة الثوم بتزيدوا كريمة الطبخ. حطيت علبة 500 ملي وحطيت كوب من الحليب لو فات. اول ما يبلشوا يغلوا بتكونوا بارشين جبنة البارميزان. كل ما نقيتوا نوعية الجبنة طيبة كل ما طلعت الوصفة اطيب معكم. كوب من مي سلق الباستا، فلفل اسود ملح واوريجانو. منرجع الدجاج اللي قليناه بالاول، منعدل الملح، مندوق، واخر شي منزيد الفيتوتشيني اللي سلقناها. سلقت كيس كامل. منقلبهم ومنطفي تحتها وبتكون جاهزة. شوفوا كيف الصوص مليان بقلبها والطعمة ما بخبركن قديه طيبة. تقدروا تزينوا وجهها ببقدونس مثل ما انا حطيت او بيزل وصحتين. واكيد ما تنسوا تدعموني بلايك اذا حبيتوا الوصفة.